بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا النهاردة أخبار بتقول إن في تصنيف من الاتحاد الدولي للأندية أو بتتكلم للدوريات الإفريقية. عايزين نتكلم النهاردة بقى، هنشوف هل الكلام ده هيزعل إخواتنا في المغرب، هيزعل إخواتنا في تونس، إخواتنا في الجزائر، ولكن هنتكلم من واقع إحصائيات نشرتها بعض المواقع اللي في احتمالية إن هي تبقى صح واحتمالية إن هو يبقى غلط، ولكن هنتكلم ونقول بالتفصيل هل النهاردة فعلا الدوري المصري بيستحق المركز الأول على مستوى الدوريات العربية أو مستوى الدوريات الأفريقية. طبعا ده اللي واضح وده اللي مكتوب في الإحصائيات. قالوا إن الدوري المصري هو بيتربع أو في المركز الأول في ترتيب دوريات المنطقة العربية أو الدوريات الأفريقية. مش هنقول المنطقة العربية لأن عندنا الدوري السعودي قوي، الدوري القطري قوي، الدوري الإماراتي قوي، ولكن في ترتيب الدوريات الإفريقية بيجي ترتيب الدوري المصري في المقام الأول. طيب يمكن نقول إن ترتيب الدوري المصري في المقام الأول أو في الترتيب الأول ليه؟ يعني ممكن نقول النهاردة إن في لعيبة جت من أوروبا خلال الفترة الماضية لعبت في الدوري المصري وتألقت ونجحت. يعني عندنا النهاردة بنتكلم في مثلا نقول مالو ده جه من ضمن الأوقات في فرقة وادي دجلة في مصر. بنتكلم عن موديست كان نجم في دورتموند وكان جه مصر لعب مع النادي الأهلي، هو فشل ولكن كان جاي من أوروبا. بنتكلم على وسام ابو علي النجم الفلسطيني اللي كان قاعد في السويد وكان مقيم في السويد وجه مصر وجه الاهلي وتألق بشده. نتكلم على جراديشار السلوفيني اللي جاي من دوريات اوروبا والنهارده برضه بيتألق مع النادي الاهلي. بتتكلم على لعيبه من المغرب كان على راسهم محمد الشيبي ووليد الكارتي اللي بيلعبوا مع بيراميدز وعاملين شكل محترم جدا مع او في الدوري المصري ومتألقين، وحتى كمان مش متألقين في الدوري المصري بس، ولكن محمد الشيبي من ضمن العناصر الأساسية مع الكارتي مدرب المنتخب المغربي. طيب عايزين بقى نتكلم على حاجة تاني، يعني بنتكلم النهاردة عن ترتيب التاني بالنسبة للدوريات الإفريقية. مين؟ هقول لك، مش هقول لك بقى، يعني الجزائر. هل النهارده الجزائر النهارده بترتقي للمركز الثاني في ترتيب الدوريات الافريقيه؟ هل ده صحيح؟ هل ده مش صحيح؟ ولكن شايفين ان الجزائر بعد تنظيمها لدوره الالعاب الاولمبيه او دوره الالعاب بالبحر المتوسط من موسمين حاجه زي كده، ظهر عندها نقول بنيه تحتيه كبيره جدا. والكلام اللي قيل قبل كده عن ان هي كانت الاحق في تنظيم كاس افريقيا بدل المغرب هذا الموسم او البطوله القادمه، برضه تحس ان الكلام، طب الناس دي بتتكلم عن ثقه. وجود الجماهير بالنسبه لمباراه الدوري عامل شكل محترم جدا في الدوري الجزائري. لعيبه الجزائر وان غاب عنهم بعض النجوم في الدوري الجزائري، يمكن نقول اسلام سليماني رجع شويه لشباب بلوزداد ولكن طلع تاني لبوابه اوروبا. اذا النهارده عندك الدوري الجزائري بيمتاز او ليه بعض المميزات، ولكن النهارده اخذ التصنيف الثاني او المركز الثاني في دوريات افريقيا حاليا. طيب نيجي بقى هنا ونقول دي يمكن نقول عليها نقول موضوع متوقع غير متوقع، تصنيف متوقع غير متوقع، وهو ترتيب الدوري المغربي في التصنيف الثالث او ترتيبه الثالث على مستوى الدوريات العربيه او الدوريات الافريقيه. ترتيب الثالث، اقول لك طيب ليه؟ طب يعني ليه الدوري المغربي؟ هقول لك ليه. المنافسه في الدوري المغربي مش قويه زي المنافسه في الدوري المصري او المنافسه في الدوري الجزائري. طب قول لي برضو ليه؟ هقول لك لان انت النهارده عندك اغلبيه لاعيبتك المميزين او المميزين بيلعبوا خارج المغرب. يعني النهارده ما بتلاقيش منتخب قوي كمحليين، ولكن النهارده عندك ترتيب او عندك النهارده اللعيبه المغاربه اللي موجودين المتالقين ما بيلعبوش في المغرب، بخلاف الدوري المصري اللي عندك لعيبه نقول النهارده اغلبيه اللعيبه اللي هم اساسيين في المنتخب المصري كلهم بيلعبوا في الدوري المحلي. نفس الكلام النهارده، ولكن الكلام بيختلف شويه ان الجزائر عندها بعض اللاعبين المتواجدين بالنسبه للدوريات العربيه بالاخص موجودين منهم لعيبه جزائريين في الدوري المصري، في جزائريين في الدوري السعودي، في جزائريين امير سعيود مع الرائد في الدوري، النهارده بنتكلم في الدوري القطري في جزائريين في الدوري مش فانت عندك كم لعيبه برضو محترم بيلعب في الدوريات العربيه، ولكن في الدوري الجزائري في برضو نفس الكلام. ولكن الدوري المغربي النهارده انا في رايي او من وجهه نظري ان ترتيبه كثالث في الدوري او في تصنيف الدوريات العربيه او تصنيف الدوريات الافريقيه شايفه ان شيء ظالم شويه. ولكن يبقى السؤال لماذا الدوري المغربي في المركز الثالث على مستوى الدوريات الافريقيه؟
يمكن النهارده لما نيجي نبص نقول النهارده ترتيب الدوري الجنوب افريقي الرابع. ترتيب الدوري التونسي. الدوري التونسي، عارفين الدوري التونسي وكرة المنتخب التونسي وكرة الترجي التونسي، النجم الساحلي الافريقي، الملعب التونسي. عندنا فرق ليها باع كتير جدا في الدوريات الافريقيه او في بطولات افريقيا، ولكن ترتيبه النهارده لا يرتقي لمستوى الكره التونسيه، ولكن تحس ان هو كده ايه، يعني تراجع واضح في الكره التونسيه في الفتره الاخيره، فبينعكس ذلك على ترتيب الدوري التونسي على مستوى الدوريات الافريقيه، وبيجي خامس في الترتيب على مستوى الدوريات الافريقيه.